باسم سمرة أحسن ممثل في مصر؟ ده سؤال كلنا ممكن نجاوبه من خلال الفيديو ده. من كام سنة طلع ممثل اسمه باسم سمرة قال لك إزاي في حد يقول على نفسه نمبر 1؟ أنا نمبر 1، واللي عايز ينافسني يجي، تعال نخش مع بعض فيلم ونشوف مين فينا الجمهور هيحبه أكتر. جرأة رهيبة. بعدها قال لك أحمد السقا حذف مشاهدي في إبراهيم الأبيض عشان خايف إن أنا هاكل منه الشاشة، ما هموش حد. بعدها زود قال لك نيللي كريم كانت بتتعلم مني هي ومنى شلبي. يعني هو كان رهيب في تصريحاته، وبعدين عرف انه لو كمل كده محدش هيشغله، واتصالح مع الناس والدنيا ابتدت كويسه. بس هل كان عنده حق في اللي هو بيقوله؟ الاجابه بمنتهى البساطه من ساعه احمد زكي، والناس كتير عماله تقول لك لا محمد رمضان احمد زكي، لا مش عارف مين احمد زكي، لا محمود عبد المغني، لا فلان، لا فلان. الوريث الشرعي لاحمد زكي وموهبه احمد زكي وتنوع ادوار احمد زكي هو باسم سمرة. هو اشطر ممثل في مصر في اخر 10 سنين جم، واقدر اتكلم على ده بصراحه. ليه؟ تعال شوف باسم سمرة عمل ايه. باسم سمرة عمل كميه ادوار مختلفه، من دوره بتاع المجند مع مارت يعقوبيان، من يعني بادئ بالادوار الصغيره خالص، عن دوره في مسلسل زي منوره باهلها، وهو طالع اخو غادة عادل، وانت عمرك ما تتخيل ان شخصيه بالقوه بالجبروت بتاع باسم سمرة يعمل دور بالمنظر ده. من دوره في فيلم الفرح، هتيجي تاني حتى اما بيهلس، اما بيجي يهلس كده مسلسل العتاولة، كل اللي كان بيتفرج عشان باسم سمرة، سواء الجزء الاول او التاني. في ناس بقت بتمنتج مشاهد باسم سمرة عشان تشوفها، ماشي، لغايه دور النهارده في عين سحريه. يا جماعه باسم سمرة بقى كابوس على الممثل اللي بيقف قدامه في كادر واحد. عصام عمر يا عيني بيتاكل في المشاهد اللي فيه. بص على تعابير وش باسم سمرة، وتيجي تبص على تعابير وش باسم عصام عمر، هو مش بيمثل وحش، بس هو قدامه حوت مطلعه ضعيف. باسم سمرة مرعب. اداء، شخصيه، ادوار جد هتلاقي، ادوار هزل هتلاقي. يا جماعه دوره مع هنيدي والإفيه الشهير مسا مسا يا ابراهيم مسا 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 رؤوف، اوف، حاجه رهيبه يا جماعه. ده مشكله، ده ممثل متنوع. وفعليا بقى مش يجي الممثل يقول لك ايه لا اصل انا بغير جلدي السنه دي فتلاقيه هو كل دور شكل، هو كل دور شكل وكاركتر، رغم ان هو لا ملامحه تساعد على ده طبيعته. يعني الطبيعي ان ملامح باسم سمرة هتحصره في دور البلطجي. اديني كم مره باسم سمرة عمل دور بلطجي؟ قليلين قوي. ده عمل دور طالب الجامعه في مسلسل بتاع وسط البلد، وعمل دور مفيش يعني. عمل كميه ادوار مرعبه، والمره دي محامي، المره اللي فاتت هتلاقي في عيسى الوزان رئيس عصابه. لا، الراجل عنده تنوع، الراجل عنده موهبه مرعبه. فلا باسم سمرة لو في اي مكان تاني يعني كان زمانه بينافس على اوسكار. ده ده الواحد ده بيعرف يعمل كوميدي وتراجيدي ودراما واكشن، شعبي، آه عادي، طبقه متوسطه، عايزه فئه عاليه هيجيب. لا باسم سمرة اما كان بيتكلم عن نفسه ما كانش غلطان. بس هي الفكره كلها انه لو كان فضل يتكلم عن نفسه كده كان هيتنفي، يعني ما كانش هيشتغل تاني. وقولا واحدا هو احسن ممثل في رمضان السنه دي بدون منافسه، ويعني ومش حتى في مركز تاني ولا تالت. انت تحط باسم سمرة وتسيب التاني والتالت والرابع، بعدين تحط دياب، وبعدين تحط اللي انت عايزه.